في اللي اتعرضت عليها جزيرة كاملة وكانت هتعيش حياة تانية خالص، وفي اللي أخدت ملايين الملايين مقدم ومؤخر، ده غير اللي رفضت حاجات ما تترفضش أبدا. وهيفاء وهبي اللي أخدت أرقام بأصفار كتير قوي، ده غير اللي حصل معاها في مصر. وباسكال مشعلان قلبت الدنيا، واللي بقت من الأثرياء الكبار قوي بسبب اللي أخدته. فنانات كتير في الوسط الفني اتعرض عليهم مهور محدش يتوقعها، في منهم اللي أخدتها واتجوزت فعلا، وفي منهم اللي رفض. خليكم معانا في الفيديو ده وهتعرفوا مين الفنانات أصحاب أكبر مهور في الوسط الفني. أرقام كتير حصلت وهدايا محدش يتخيلها اتعرضت على نجمات ومشاهير كتير في الوسط الفني، ومنها اللي وافقت على اللي اتعرض عليها واتشرطت كمان. أول المهور اللي قلبت الدنيا لما اتعرف كان اللي أخدته هيفاء وهبي في جوازتها الأشهر من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيم، واللي كان مهرها 20 مليون دولار، ده غير الفرح اللي اتعمل ليها في قصر كبير، والمعازيم جم بطيارة خاصة من كل العالم بس عشان يحضروا فرحها. أما بقى لما حصل الانفصال كان المؤخر بتاعها 40 مليون دولار، والأرقام دي كانت صدمة كبيرة جدا وقت الانفصال اللي حصل بينهم. ده بقى غير الفيلا اللي كتبها ليها في مصر، ودي كانت من أكبر المهور والمؤخر في الجوازات والانفصال. أما بقى اللي ما كانش متوقع هي اللبنانية باسكال مشعلان، واللي اتعرض عليها جزيرة في اليونان مش كبيرة أوي، ده غير البيت والمزرعة اللي اتعرضوا عليها في المهر، وده كله من رجل أعمال خليج. لكن المفاجأة بقى إنها رفضت الجوازة كلها على بعضها، ورفضت العروض اللي اتعرضت دي كلها، وده لأنها كانت شايفة إن العلاقة بينها وبينه مش هتبقى مفهوم ومش هتبقى مرتاحة، وعشان كده رفضت وأخدتها من قصرها. أما بقى ميساء مغربي فأخدت في واحدة من جوازاتها مهر وصل ل10 مليون دولار، وكانت فرحانة بيه أوي، بس الجوازة للأسف ما كملتش لأسباب محدش يعرف، رغم إنها بتشكر فيه جدا وشايفة إن هو راجل لطيف وكريم وكانوا بيحبوا بعض، بس في الآخر النصيب قدر إن هما ما يكملوش مع بعض. ودي الجوازة اللي زعلت عليها قوي عكس جوازتها الأولى من رجل أعمال إماراتي، واللي انتهت نهاية مش أحسن حاجة أبدا، وما عندهاش مانع أبدا إنها تتجوز تاني. بالعكس دي قالت إن احتمال الوسط الفني يتفاجئ إنها عروسة قريب وهتلبس فستان فرح تاني. أما دومونيك حوراني فكانت جوازتها كلها مفاجأة، أولها لأنها اتجوزت من رجل أعمال إيراني، وبعدين كان مهرها 10 مليون دولار، بس ما أعلنتش طبعا كان المؤخر بتاعها بعد الانفصال كام. ده غير ناس تانية من المشاهير أعلنت عن مهور كبيرة واللي وصلت ل60 مليون دولار. انتوا بقى ايه أكتر رقم مهر سمعتوه قبل كده؟